لقاءات عبد الحليم في الاذاعه وفي التلفزيون كتيره قوي، بس انا النهارده منقيه لكم كده شويه لقاءات اذاعيه ممكن تكون نادره شويه، يعني مش بتتذاع كتير. بقعد كده ادور على حاجه المفروض تكون منتقاه، لذلك هتلاقوا فيه لقاءات لعبد الحليم في الاذاعه حلوه، لقاءات حلوه، مش هقول نادره بس لكن هقول لقاءات حلوه ونادره. معاكم امل في اعز الناس. قبل ما نبدا الفيديو نسمي الله ونصلي على رسول الله، ويلا بينا على الفيديو. في لقاء بقى مشهور مع عبد الحليم اتكلم فيه مع محمد علوان، وده كان عبارة عن سلسلة حلقات بيحكي فيها عبد الحليم ويتكلم في حاجات كتير قوي. قصة حياتي حكى فيها عن أول أغنية قدمها عبد الحليم قبل حتى ما يبقى معتمد في الإذاعة، وكانت اللقاء مع محمد علوان لقاء حلو جدا في الإذاعة. وبعد فترة اتكونت أوركسترا الإذاعة وقدمت الامتحان فيها ونجحت وتعينت كعازف أبوة ب25 جنيه في الشهر. على طول رحت مقدم الاستقالة وسبت الوظيفة وأنا غير آسف عليها. ولقاء تاني برضو بحبه قوي، لقاءه مع أبلة فضيلة والأطفال، وقعدت تسأله أسئلة كتيرة جدا وهو بيجاوب، وكمان كانت حلقة ممتعة قوي قوي. اهلا اهلا بك يا استاذ عبد الحليم. اهلا وسهلا. ولاد انتوا بتحبوا استاذ عبد الحليم؟ طبعا. استاذ عبد الحليم ليه الولاد بيحبوك تفتكر؟ علشان انا بحبه. لا حقيقي ليه؟ يمكن انت اقرب المطربين لقلوب اطفالنا. ليه؟ مع انك ما غنت لهمش، خد بالك. لا هو انا ليه ما انا غنيت لهم وحياة قلبي وافراح، ومش دي غنوة برضو لا بس مش اغاني اطفال قوي أغاني- قوي. اغاني اطفال. وعبد الحليم بقى عمل نفسه مذيع وعمل لقاء مع عمر الشريف، بقى هو انت بالنسبة للعالم اللي انت بتعيش فيه دلوقتي، حاسس بانك غريب ولا حاسس انك قريب منه؟ لا والله لغاية دلوقتي انا حاسس اني برضو غريب، لان ما فيش ماليش بيت وماليش اصحاب الحقيقة هنا. هو الواحد انت عارف صعب جدا انه يلاقي اصحاب هنا، يعني بالمعنى اللي احنا كان عندنا دايما الواحد اسهل حاجه انه يلاقي اصحاب واصدقاء. تفتكر يا عمر اسهل حاجه انك تلاقي اصدقاء فعلا في مصر؟ ايوه، يعني عندنا في الدنيا بتاعتنا، ايوه، في العالم العربي يعني. ايوه. طب امال احنا ليه بنقول يعني ان الواحد دايما اصدقائه نادرين؟ انا ما كنتش يعني واجد الوضع ده ابدا في مصر الحقيقه. كان عندي اصدقاء كتير جدا زي ما انت عارف. كنا شله، وبعدين عندي مثلا نروح نادي البلياردو، ليا اصحاب فيه كتير جدا. النادي الاهلي ليا كان اصحاب فيه كتير جدا، واصحاب من المدرسه. فالواحد وبعدين بيحافظ الواحد على الصداقه عندنا كان يعني. فكان برضو لقاء ممتع جدا وحلو قوي. قول لي يا عمر، فاتن ملهاش دور في حياتك دلوقتي، انما انت لسه بتتولى شؤونها يعني من الماليه وانا اعرف انك انت اشتريت لها البيت في باريس. ما انا عارف انكم لسه متجوزين. ويعني هي ما فيش شك انها بتربي لك تربيه كويسه، انه بنتك. لقاء حلو وممتع كمان عمله مع بليغ حمدي، وكان في مذيع هايل. مش شغلتي الميكروفون ولا ان انا ابقى مذيع، لكن كده يعني شافت الاذاعه انه في برنامج الميكروفون مع فلان انها تخليني مذيع النهارده. ومعايا دلوقتي الاستاذ بليغ حمدي. استاذ بليغ، انت متهم بانك بتميع الفلكلور المصري. بميع الفلكلور المصري؟ ده اتهام موجه لك من غالبيه الملحنين ومن غالبيه النقاد في مصر وفي العالم العربي. يعني أنا كل لما أقرأ مجلة أو موضوع فني بحس إنه الناس بتقول إنه بليغ حمدي بيميع الفلكلور. أولا طبعا دي آراء ممكن يكون من حق أصحابها إنهم يقولوا اللي عايزين يقولوه يعني، ومن حقك إنك ترد عليه. إنما اللي عايز أقوله إن قطعا اللي اتعمل ما فيهوش تمييع إطلاقا للفلكلور المصري. أولا ما أقدرش ولقاء عبد الحليم بقى مع المذيعة المتألقة سامية صادق، فكان برنامج حلو جدا. مفيش شك ان عبد الحليم حافظ من حوالي 15 سنة قدم الإطار الجديد للأغنية العربية، وإنه فعلا أحدث شبه ثورة في الغناء بصوته وبأدائه وبودنه وبذوقه وبإحساسه الفني. فقصاد كده إيه الجديد اللي بيفكر فيه عبد الحليم حافظ دلوقتي؟ والله حاجات كتير جدا. أهمها مثلا
انه يعني حاسس في نفسي بثورة على الاغاني الموجودة حاليا. يعني عايز ابحث عن اطار جديد فعلا تقدم فيه الاغنية، سواء في الاذاعة او في التلفزيون او في السينما. اسمه فنجان شاي، وبيبدأ من أول أيام الأسبوع، وبتسأله يا عبد الحليم بتعمل إيه؟ رحلة رائعة رغم كل ما فيها من آلام، حب، وفاء، مرض، خيانة، صداقة، سعادة، رحلات. بتختار أي كلمة من الكلمات دي وبتقف عندها شوية وليه؟ وقعدت تسأله حاجات كتير قوي، منها إن الحياة أنت قلت عليها حاجات كتير قوي، سعادة وألم وفرح وحزن، أنت تختار إيه يا عبد الحليم وتوصف بيه الحياة؟ عبد الحليم ساب كل ده واختار الوفاء، لأن الوفاء فعلا يتمثل في كل حاجة من دول. الحب لازم يكون بوفاء، الصداقة لازم تكون بوفاء، السعادة لازم تكون بكل حاجة. بختار كلمة الوفاء، لأنه الوفاء بيحمل كل المعاني اللي حضرتك قلتيها دلوقتي. يعني بتحمل الحب، وبتحمل السعادة، وبتحمل الألم، وبتحمل. والإنسان إمتى بيعرف الإنسان الوفي؟ وقت الزنقة، وقت المرض، وقت المرض، وقت الحاجة، وقت الفرحة، الرحلات أيضا. في الرحلة. يعني في حتى في مثل يقول لك عرفت فلان، تقولوا له يقول لك سافرت معاه، تقولوا له لا، يقول لك ما عرفتهوش. فعلا تختص الوفاء، فهو اختار حاجة شاملة كل أنواع السعادة. انتصرت على ألم الحياة بحب الحياة ولا بحب الفن؟ قال لها الحياة فعلا حلوة بس المرض فعلا وحش، لأن هو كان كل حياته ألم ومرض. وكان البرنامج حلو قوي، وأسئلة المذيعة حلوة جدا، كأنكم قاعدين مع عبد الحليم فعلا بتشربوا كده فنجان شاي وبتسمعوه وهو بيتكلم عن حياته اليومية بطريقة. هل حبك للحياة هو السبب ولا حبك للفن هو اللي خلاك تنتصر على آلامك؟ وبصراحة والله الاثنين. الحياة حلوة، ما اقدرش اقولك انه مفيش انسان بيتضايق لما يعرف ان هو عيان، وانه ممكن عيادة يخليه او يديله فكرة عن انه هيفارق الحياة. ولذلك يعني الناس اللي بيبقى عندهم امراض خطيرة او امراض خبيثة، الاطباء بيتحاشوا انهم يقولوا لهم انكم مثلا مش بيصرحوهم، ما بيصرحوهمش. ليه؟ علشان يستمتع بوقته وبحياته وبالايام اللي بقياله في الحياة. فيها بساطة كده وحلوة. قالت له بتقطع القلق ازاي؟ والله بقطعها بسماع الموسيقى، او بالقراية، او بان انا اشوف ناس كتير. وفي الاذاعه كان في حوار في الاذاعه مع صباح عن فيلم شارع الحب، كان هما الاثنين بقى كان زي سهره كده وبيتكلموا هما الاثنين فيه عن فيلم الليله 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 سهرتنا حلوه الليله. المفروض اننا يعني نغرق في النيل. فنزلنا فعلا في النيل، بس الحته يعني ما هياش مش عميقه، يعني عميقه قوي، واتبهدلنا وعدنا المنظر 3 4 5 6 مرات، وبرد وميه بقى مش نظيفه. يعني وقعتم حقيقي؟ وقال حقيقه، وميه مش نظيفه. وبعدين بصيت لقيت صباح هات شتيمه فيا. انا ليه لك شتيمه بلطف يعني؟ طبعا مش شتيمه يعني. يعني ايه افلامك قلت لها طب يعني انت شايفاني مثلا بره، انا من واقف جنبك في نفس لا، والمهم اكتر من كده ان المفروض عبد الحليم مركبين له شنب ودقن على الميه، فالشنب والدقن راح على الميه. فلما كان برضو لقاء شيق وحلو جدا. وطبعا في لقاءات مشهوره بقى زي اللقاء اللي فيه عبد الحليم بيتكلم فيه عن قصه حياته وبيحكي فيه قصه حياته، والمذيع مستضيفه برضو بيساله اسئله كتيره جدا عن حياته، بس مش عارفه الحقيقه هو المذيع ده هو محمد علوان ولا دي حلقات تانية، لان دي حلقات مشهوره بس انا مش عارفه مين المذيع اللي فيها. لو عرفت هكتب لكم اسمه. المذيع اللي مع عبد الحليم لما كان بيساله عن حياته لما كان في البداية، وكان بيحكي له لما كان هو ماسك ميزانية البيت وازاي محمد اخوه محمد اخوك بيقول عنك حاجة لطيفة قوي. بيقول ايه؟ كان عبد الحليم هو اللي ماسك ميزانية البيت، وكان هو اللي بيتولى مسائل الاكل من اول ما يشتري الطلبات لحد ما يحضر السفرة، عشان اسماعيل وانا بنشتغل الصبح، وعبد الحليم بروح المعهد بعد الظهر. وإن جيت للحق عبد الحليم كان طباخ هايل، وياما أكلنا من إيديه
ألوان وأشكال. ولو إنه مرة عمل لنا ملوخية بالسكر. الله يكسفك يا محمد. كسفوا لما حكى قصة الملوخية اللي بالسكر. طبعا ده حوار طريف جدا مشهور قوي في الإذاعة. حصل ولا ما حصلش؟ ايوه حصل، لكن والله العظيم ما كنت انا السبب، اسماعيل هو اللي كان السبب. كنا يا سيدي في ايام الامتحانات واسماعيل حكم رايه اننا لازم نطبخ ملوخيه. قلت له الملوخيه بتاخد دوشه يا اسماعيل ومفيش دلوقتي ملوخيه. قال لي انا نفسي في الملوخيه يا سيدي، دي الملوخيه لسه بشاير. قال لي ارجوك يا عبد الحليم عشان خاطري انا نفسي فيها. اعمل ايه؟ نزلت اشتريت الملوخيه وبعدين جبت الكتب وفضلت اقطف في الملوخيه واذاكر واطبخ واذاكر، افصص الثوم واذاكر، اسلق اللحمه واذاكر، واعمل التقليه واذاكر. ومن دوشه المذاكره وبابور الجاز جيت اجيب بطرمان الملح، جبت بطرمان السكر. وكان يومها اسماعيل عازم جماعه اصحابه وبقت يعني فضيحه. كان في لقاء حلو قوي في المستشفى في تقريبا أسوان لما كان وقت السد العالي، كان في عمال اتصابت او حصل لها مشكله، فعبد الحليم راح زارهم في المستشفى وقعد يغني لهم اغاني كتير قوي. اهو عبد الحليم جالك. اتفضل يا سيدي. اهلا يا اهلا مرحبا. صباح الخير. صباح النور. سلامتك. الله يسلمك. ازي صحتك؟ الله يبارك فيك. كويس؟ الحمد لله. مبسوط؟ نحمد الله. قول لي. نعم. انت من مصر ولا من السودان؟ من مصر. من مصر؟ نعم. بقالك قاعد هنا قد ايه؟ 33 سنه. 33 سنه؟ أي. الله يخليك ويطول عمرك. قول لي يا سيدي. كان ده لقاء حلو قوي. وكان في لقاء تاني برضو حلو انا سمعته، كان في السجون. ما اعرفش عبد الحليم ايه اللي وداه زار السجون، فعمل لقاء مع المساجين هناك وقعدوا يهزروا ويضحكوا، ويعني المحفظه بتاعته مش لاقيها، وكان حوار حلو قوي. اذا وجد ولقيته وعرفت انزله لكم برضو هنزله لكم. واتمنى بس انتوا تتفاعلوا معايا باللايك والاشتراك في القناه علشان نكبر قناه اعز الناس. مش هتنازل عن انها تكون قناه مليونيه بحبكم لعبد الحليم ولكل نجوم الزمن الفني الجميل اللي هقدر القي الضوء عليهم. هتكلم عنهم برضو في حلقات تانية كتير. شكرا جدا على المتابعة والى اللقاء. اسمع الاستاذ عبد الحليم حافظ، نار يا حبيبي نار. نار يا حبيبي نار. يا حلاوتك. بالنارك الثانية. طيب اغنيها لك دلوقتي طبعا. ها؟ نار حبك نار، بعدك نار، قربك نار، واكتر من نار. نار يا حبيبي نار، نار يا حبيبي نار ترارير. نار يا حبيبي نار ترارا. نار يا حبيبي نار، حبك نار. نار يا حبيبي. ايه رأيك؟